كارثة جديدة، فيروس كيخليك تعيش في وهم. في وهم. إلا كنتي كتشوف دابا هاد الفيديو تأكد واش انت فعلا كتشوف الحقيقة. إلا سمعت هاد القصة حتى الآخر غادي تبدل رأيك في الحياة اللي عايش فيها كاملة. أنا ماشي خاصني نعاود لكم هاد القصة، ولكن بغيتكم تعرفوا غير الحقيقة. راه كارثة جديدة، فيروس كيخليك تعيش غير في الوهم. واش ممكن تعيش وسط ناس كاملين ولكن ماشي عايشين في الحقيقة اللي واقعة قديمة في المجتمع ديالنا، اللي هو فيروس كيخليكم تعيشوا في وهم وغير سارحين. واش ممكن شي نهار تفيقوا وتلقاو راسكم عايشين في عالم ماشي حقيقي؟ هاد القصة غادي تعرفوا الحقيقة ديال المدينة اللي تبدلات كلها. ناس لابسين نضاضر غريبة، وفيروس ما كيقتلش الجسد، ولكن كيحبس العقل وكيبدل الحقيقة. اشنو السر ديال هاد النضاضر؟ وشكون هما الكائنات اللي وراء هاد الكارثة؟ واش مازال كاين امل باش نتعتقوا ولا كلشي سالا؟ السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الغاري ستوريز، قصص بين الواقع والخيال. نخليكم صوت الغاري ستوريز، فيلا بينا. معكم محمود، بغيت نعاود لكم قصتي الغريبة على حقيقة المجتمع اللي كنعيشوا فيه دابا، واللي مازال غاديين تعيشوا كلكم هاد الأحداث على أرض الواقع. كنت جالس في داري ما بيا ما عليا، حتى كنطل من الشجر وكنقول بيني وبين راسي سبحان الله العظيم، الدنيا تبدلات. فيروس ضرب العالم كامل، ولكن ماشي فيروس كيقتل الجسد، لا، هاد الفيروس كيقتل العقل والروح. خلى كل واحد فينا داخل سوق راسو، شي ما كيهضر مع شي ما كيسول على شي ما كيعرف شي ما كيعرف حتى شكون اللي حداه، الجار ما كيعرف جارو. كلشي ملصق النضاضر الغريبة فوق عينيه، كيشوفوا بهم الطريق اللي باغيين يمشيو ليها، والخدمة اللي باغيين يخدموها، الفلوس اللي يدخلوا ليهم في الكونت ديالهم، ولكن ما كيشوفوش الدنيا على حقيقتها. طرقان عامرة بالناس ولكن ساكتة بحال المقبرة. الطوموبيلات كيدوزو، الطوبيسات، الطاكسيات، ولكن بلا صوت، غير الضوء كيتحرك والثقيل كيسكن المدينة. الحمد لله أنا والمدام وولدي ياسين اللي في عمر 19 عام وبنتي سلمى اللي في عمرها 14 عام باقي الحمد لله مجموعين، وما تقاسيناش بهذا الفيروس، وحتى نسابي ما تقاسوش. اللي باقيين كنسولو على بعضياتنا مرة، ولكن النهار اللي وقع فيه هذا الشيء اللي غادي نعاود لكم فهمت ان الفيروس ماشي فيروس عادي، هذا الفيروس كيخلي شي حاجة أخرى. الساعة كانت تقريبا 12 ديال الليل، كنت جالس في الصالون ديال الدار كنقلب في الراديو القديم، حيت الانترنت تقطعات اللي حتى هي ولات جزء من المرض. شوية سمعت الخطاوي والزنقة اللي كانت غريبة، حيت هاد الأيام الناس مبقاوش كيخرجوا بالليل. مشيت للجرجم وشفت كان واحد الراجل واقف وسط الطريق، واقف ما كيتحركش، ما كانش لابس نضاضر. قلت مع راسي شكون يكون هذا؟ كيفاش هاد السيد ما لابسش نضاضر؟ وشوية هز راسو فيا وقال لي وهو كيهضر معايا غير بشوية بحال اللي ما بغا حد يسمعو، وقال لي اسي واش نتوما باقين بلا نضاضر؟ ما نكذبش عليكم الخوت، برد الدم فيا وقلت ليه انا شكون انت؟ وقال لي سير دخل لدارك وسد الشراجم قبل ما يشوفوك
وقلت ليه شكون اللي غادي يشوفني وشكون. وسكت الراجل شويه ومن بعد قال اللي داروا هذا الفيروس، وقبل ما نسولو على شي حاجه اخرى ما مشاش وما جراش وغبر ليه الاثار والحال شي ضوء تطفى. من بعد هاد المشهد الغريب سديت الشرجم ورجعت للصالون. المدام قالت لي مال وجهك صفر؟ قلت لها شفت واحد الراجل على برا. وقالت لي عادي وعلاش؟ قلت لها راه ما لابس نضاضر. المدام سكتات وبدات كتقول الله يستر فكرني هادشي بالوقت ديال كورونا. في ذاك الوقت ولد ياسين خرج من بيتو واللي قال بابا راه كاين شي حد كيدق في الباب. مشيت حليت الباب ولكن ما كان حتى حد، غير حاجة وحدة كانت محطوطة قدام الباب، نضاضر. نضاضر كحلين. شوية سمعنا صوت من الزنقة، صوت ديال الناس كتار ولكن ماشي هضرة، بحال شي تنفس جماعي. مشيت للشرجة مرة أخرى وشفت حاجة خلاتني من نعش ديك الليلة كاملة. الناس ديال المدينة خرجوا من ديورهم واقفين كلهم لابسين نضاضر وكلهم كيشوفوا في داري. ديك اللحظة بنتي سلمى شدات يدي وقالت لي وهي خايفة بابا علاش كيشوفوا فينا؟ ما عرفتش اش نقول ليها. المدام قالت سد الشرجم بالزربة. سديت الشرجم ولكن الصوت بقى كيتسمع، تنفس جماعي، عدد كبير ديال الناس واقفين على برا. ولدي ياسين قرب من النضاضر اللي كانوا محطوطين قدام الباب. قلت ليه بالزربة ما تمسهمش يمكن يكون فيهم الفيروس، ولكن ياسين قال لي يمكن غير ديال شي واحد طاحوا ليه. هو كيحاول يقرب ليهم شويه النضاضر شعلو ضوء حمر خفيف وتسمع صوت الكتروني اللي قال مرحبا بالمستخدم الجديد. تجمدنا كاملين في بلايصنا. النضاضر بدات كتقول بصوت مرحله المراقبه مكتمله. ياسين قال بابا هاد النضاضر راه كيدويو. وشويه النضاضر قالوا جمله خلاتني نحس بالخطر. قالوا تم تحديد العائله الغير المصابه. المدام شهقات وقالت اش باغيين يقصدوا بهذا الشيء. وشويه الراديو القديم تشعل غير بوحدو وخرج صوت مشوش، ومن بعد بان صوت ديال داك الراجل اللي شفت في الزنقه واللي قال الا كنتو كتسمعوا راه باقي وقت قليل. هاد النضاضر ماشي تكنولوجيا، هادشي جاي من شي عالم اخر. وشويه تقطع الصوت. في داك الوقت سمعنا ضربه قويه في الدار، بحال شي حد كيحاول يدخل. ولدي ياسين قال بصوته اللي كيترعد بالخوف بابا شي حد واقف من وراك. دورت راسي بشويه وقلبي كيضرب بحال الطبل وحاولت باش نشوف، ما كان حتى حد، ولكن الهواء كان بارد بطريقه ماشي طبيعيه، بحال شي حاجه دازت من حدانا وما شفناهاش. المدام شدات سلمى وبقات كتقرن معوذتان، وياسين رجع باللور وعينيه فيهم الخوف اللي عمرني ما شفتو فيه. وفي ديك اللحظه النضاضر اللي كانوا محطوطين قدام الباب شعلوا مره اخرى، وكان هاد المره بضوء قوي احمر ناصح بحال الدم. والصوت رجع وقال المرحله الثانيه بدا التنفيذ. وانا الخوت غادي تعيشوا معايا بدايه ديال الرعب الحقيقي. ديك اللحظه سمعنا صوت اللي كان على برا، داك التنفس الجماعي، ولكن تبدل ولا بحال همس. مئات ديال الاصوات كيقولوا نفس الكلمه شوف. سلمى بقات كتبكي وكتقول بابا بغيت نشوف نتشرجم. وقلت لها حتى واحد ما غادي يشوف نتشرجم. ولكن ياسين وقف ومشى بشويه، وقبل ما نوصل باش نحبسو طل من الشرجم وشاف وسكت. قلت ليه اشنو كاين؟ نطق تكلم. دور لي وجهه ولكن عينيه تبدلوا، ما بقاش فيهم الحياة، غير خاويين. وقال الصوت ماشي ديالو
علاش ملابسينش نضاضر؟ راه كلشي واضح. المدام غوتات وقالت ياسين ياسين. شديت ولدي بالجهد وطيحته على الارض وبديت كنغوت عليه وكنقول ليه فيق فيق فيق، ولكن كان كيبتسم ابتسامه بارده. وشويه سمعنا صوت اخر من برا، ماشي صوت ديال بنادم، صوت غليظ ثقيل بحال جاي من تحت الارض، اللي قال تم العثور عليهم. وفي ديك اللحظه الضو تقطع والدار غرقات في الظلام، غير النضاضر هما اللي باقين كيشعلوا. وهنا الخوت غاديين يبداو يبانوا لنا الكائنات الغامضه. من بعد ثواني سمعنا حاجه كتطلع من الحيط، شي حاجه ماشي انسان. خرجت نشوف من بعيد وشفت كائن طويل بزاف، يديه طوال، وجهه ما فيه حتى ملامح، غير سطح ملس وفيه غير نضاضر اللي لاصقين فيه، وكان كيتحرك بطريقه ماشي طبيعيه بحال العظام ديالو ما كيتحكموش فيه. من وراه كاين بزاف مدينه كامله ما بقاش مدينه، ولات غابه ديال هاد الكائنات. شويه الراديو تشعل مره اخرى والصوت رجع، اللي قال الا وصلت لهنا راه خاصكم تعرفوا الحقيقه، هاد الفيروس ماشي مرض، هادشي راه احتلال. قلت اشنو؟ وقال الراديو هاد النضاضر بوابه كيخليو داكشي اللي في داك العالم يشوفنا ومن بعد يستعمرنا، كيبدلوا العقل ديال الانسان وكيخليوه يشوف غير الوهم باش ينسى الحقيقه، وملي كيستسلم كيولي واحد منهم. يعني الناس اللي على برا ما بقاوش ناس. خرجت نشوف مره اخرى، والله حتى شفت شي حاجه اللي ما كتوصفش. المدينه تبدلات، العمارات ولات مايله، الضوء ديال الطرقان كتشعل وكتطفى. والناس واقفين ساكتين، ولكن الجسد ديالهم كيتحرك بطريقه غريبه، وكل واحد فيهم لابس نضاضر وبحال مربوطين بشي حاجه وحده. وشويه بدينا كنسمعوا الدقان كتير في الباب. ورغوات واحد من دوك الكائنات دخل يدو وسط الباب، يد طويله بارده بحال الحديد. وقال بالصوت ديالو خاصكم تنضموا. شديت داك الراديو وضربت به ديك اليد. سلمى كتبكي وياسين واقف وساكت، وقلت لي عاوني. ومشى وقرب النضاضر وشدهم وقال لي انا غادي نشوف الحقيقه، ما تصنتش ليا، ومشى لبسهم. وهنا كانت الصدمه. وفي ديك اللحظه وقف كل شيء، الصوت سكت، الكائنات حبسوا، وياسين ولدي بقى واقف. ومن بعد ناض وشاف فينا، ولكن ما بقاش كيف كان ولدي، وقال نتوما ماشي حقيقيين، وشد ماماه ودفعها للكائنات اللي دخلوا لنا للدار. غوت جريت، ولكن شدوني ولبسوا لي النضاضر صحة وبزوا عليا باش نشوف وشفت الحقيقة. الدنيا اللي كنا عايشين فيها اللي كانت غير وهم، وهاد الكائنات كانوا هما السكان الحقيقيين ديال هاد المجتمع اللي عايشين فيه، وحنا كنا غير تجربة.
ما عرفتش شحال داز ديال الوقت، ولكن ملي حليت عينيا ما كنتش في داري، كنت في عالم آخر. لقيت راسي واقف في وسط بلاصة ما فيها لا سما لا الأرض، غير فراغ. وواحد الضو أحمر كيضرب من كل جهة، ودايرين بيا ناس، ولكن ماشي ناس اللي كنعرف. كلهم واقفين لابسين نضاضر، ساكتين بحال التماثيل. بغيت نتحرك ما قدرتش. سمعت صوت نفس الصوت ديال النضاضر اللي كيقول مرحبا بك في مرحلة الاندماج اللي بدات. فقدت السيطرة على نفسي، ما عرفتش اش ندير. حسيت بحال اللي كنغرق في أفكاري، في ذكرياتي. كلشي بدا كيمشي مني. شفت حياتي كاملة قدامي، الطفولة ديالي، الخدمة، أولادي، وحتى وجه مراتي. بدا كلشي كيمشي. غوت لا لا لا، ولكن الصوت ديالي مخرجش. غوت بلا صوت. ركزوا معايا الخوت باش تعرفوا الحقيقة الكاملة. وشوية بان قدامي داك الراجل اللي شفتو في الزنقة، ولكن هاد المرة ما بقاش إنسان عادي. كان واقف وسط الضوء وعينيه كيضويو، وقال لي كنت كنحاول نحذرك ولكن فات الفوت. وقلت ليه وانا معصب اشنو هاد البلاصة؟ وقال لي هادشي اللي كتشوف هو العالم الحقيقي، والعالم ديالكم غير طبقة، غطاء باش يترباو فيه البشر. بانت صور ديال كائنات غريبة كبر من المدينة، يشوفونا غير من الفوق. الراجل قال هادوك كيعيشوا من الوعي ديالكم. كل ما استسلمتي للنظارات كتزاد القوة ديالهم. النظارات غير وسيلة باش يدخلوا لعقلك. وهنا الخوت كانت الصدمة الكبيرة. قلت ليه وياسين ولدي سكت شوية، ومن بعد قال لي هو كان اختبار ديالو باش يشوف الحقيقة بطريقته. هو اختار باش يشوف الحقيقة بطريقته. وقلت ليه ودابا وولادي؟ واحد منهم قال لي كاينه فرصة أخيرة. وقلت ليه واش كاين شي حل؟ قال لي كاين، ولكن صعيب. خاصك تحارب من الداخل، تحارب داك الصوت وترجع تتحكم في عقلك. إلا استسلمتي غادي تضيع بحال الآخرين. وهنا بدات المعركة داخل العقل ديالي. رجعت كنحس بصوت اللي كيهضر في دماغي، اللي كيقول خليك هنا، الحقيقة هنا، الراحة هنا. ولكن تذكرت سلمى بنتي، تذكرت مراتي، وبديت كنقاوم. كل مرة كنغوت على داك الصوت وكنقول أنا ماشي ديالكم. ولا انفجار قوي. الضوء الأحمر بدا كيتهرس، العالم بدا كيتفرقع، وسمعت الصوت كيغوت في ودني اللي كيقول خطأ خطأ خطأ، المستخدم يقاوم. غيبت وشوية حليت عينيا مرة أخرى. لقيت راسي في داري، المدام كتبكي، سلمى حداها، ولكن الدار مشقة والثقيل ثقيل. والمفاجأة قلت فين ياسين ولدي؟ ولا سكات. ومن بعد سمعت صوت من برا. مشيت للشرجم، شفت ياسين اللي كان واقف مع دوك الناس لابس نضاضر، ولكن كيشوف فيا مباشرة. هز يدو بصوت بارد قال لي بابا رجع لينا. ومن وراه مئات الناس داروا نفس الحركة. بغيتكم تقولوا لي واش غادي نبقى شاد في راسي
ولا غادي نرجع نلبس النضاضر؟ والسؤال الكبير، واش هادشي غير قصة ولا حتى نتوما قريب تلبسوهم؟ المهم اللي جاي حيت غادي يكون خطر من هادشي كامل. شدوا الصمت مزيان حيت دابا غادية تبان الحقيقة كاملة والنهاية غادية تكون خطيرة. بقيت كنشوف في ياسين متشرجم وواقف ساكت، ولكن عينيه ولا النضاضر اللي لابس مركزين فيا. هز يدو وقال: بابا ما تبقاش تقاوم، راه غادي تمرض غير راسك. قلبي كان حس بيه كيتقطع بين ولدي وبين داكشي اللي شفت، وقلت في خاطري واش نخرج ليه ولا نبقى هنا نقاوم. مراتي شدات يديا وقالت: محمود ما تمشيش، راه ما بقاش هو. ولكن الصوت الاخر اللي في دماغي قال يمكن مازال فيه الخير. مشيت للباب، سلمى بنتي بقات كتبكي وكتقول: بابا لا لا. مشيت حليت الباب والهواء البارد ضربني في وجهي. خرجت وهنا كانت المواجهة. الزنقة عامرة بالناس، كلهم واقفين لابسين نضاضر ساكتين، غير ياسين اللي تقرب ليا وقف قدامي قريب بزاف وقال بصوت هادئ: شوف الحقيقة ديالي. ومد ليا النضاضر، بقيت كنشوف فيهم داك الضوء الأحمر كيجرني. سمعت صوت الراجل الغامض في دماغي وقال: إلا لبستيهم سالات اللعبة. ومن جهة أخرى صوت ياسين اللي كيقول لي: إلا ما لبستيهمش غادي تبقى بوحدك. وهنا القرار الصادم. غمضت عينيا وشديت نضاضر ولبستهم. في ديك اللحظة كل شي تبدل، ما بقى لا مدينة ولا ناس، غير فضاء كبير وعشرات لا آلاف ديال الكائنات كيشوفوا فيا. واحد منهم قرب ليا وصوته دخل لدماغي مباشرة وقال لي: مرحبا، أخيرا شفتي الحقيقة. البشر كانوا غير تجربة، كنشوفوا كيفاش العقل ديالهم كيتأقلم مع الوهم، واللي كينجح كنخليوه يعيش في الوهم، واللي كيفيق كنجيبوه لهنا. وقلت ليه: وياسين ولدي؟ جاوبني وقال: راه عمرو ما كان ولدك، حنا خلقناه باش يوجهك لهنا. وهنا كانت الصدمة، رجليا ولاو كيترعدوا. يعني كلشي كان كذوب، مراتي بنتي سلمى وداري. الصوت قال: دابا عندك اختيار واحد، ترجع تعيش في الوهم وتنسى كلشي، ولا تبقى هنا وتولي بحالنا. إلا كنتو الخوت كتسمعوا هاد القصة حتى لدابا وما حسيتو حتى شي حاجة غريبة، يمكن حتى نتوما اختاريتو تعيشوا في الوهم. وشوية الصوت قال: مرحبا بالمستخدم الجديد، خاصك تختار. وقلت مع راسي: واش نرجع نعيش في الوهم ولا نبقى معاهم في الحقيقة؟ ولكن حسيت بشي حاجة ناقصة. هاد الكائنات كانوا كيهضروا بثقة بزاف، بحال كيخبيو شي سر كبير. وقلت لهم: واش هذه هي الحقيقة الكاملة؟ واحد منهم قرب ليا وقال: العقل البشري ضعيف، ما يقدرش يستوعب اكثر من هكا. وهنا فهمت باللي كيكذبوا. غمضت عينيا وبديت كنركز. تذكرت داك الصوت، صوت الراجل الغامض اللي سمعته مرة أخرى، وقال لي: محمود، إلا بغيتي تنجي راسك خاصك تشك حتى في الحقيقة. حليت عينيا وشفت في الكائنات اللي بدات كتشوه بحال خلال ولا فيهم، بحال اللي حتى هما ماشي حقيقيين. غوت بالجهد: حتى نتوما غير وهم، ولا انفجار
وفي ديك اللحظة العالم كله تهرس، بحال شي مرايا طاحت، بحال شي مرايا طاحت. والصوت اللي كان قوي ولا ضعيف، ولا كيقول خطأ خطأ خطأ. الوعي خارج السيطرة. شوية لقيت راسي في بلاصة أخرى، مظلمة باردة، وكاين واحد الباب كبير اللي مكتوب عليه المستوى الحقيقي. قربت ويديا كترعد، سمعت صوت اللي هو ديالي، اللي قال محمود إلا دخلتي ما غاديش ترجع. وهنا الخوت غاديين تعيشوا معايا المواجهة مع النسخة ديالي. الباب تحل شوية وشفت راسي، ولكن بنسخة أخرى، واقف كيشوف فيا وقال لي أنا هو الأصل وأنت غير نسخة. هاد العالم كامل، حتى داك العالم الأول اللي كنت عايش فيه، وحتى الكائنات، كل شي داخل عقل واحد. وقلت ليه ديال شكون؟ قال ديالك. ما نكذبش عليكم، جاني انهيار. الدماغ يوقف. انا هو اللي يدير هادشي كامل. وقال لي انت اللي هربتي من الحقيقة وخلقتي هاد العوالم باش تهرب، والفيروس غير فكرة زرعتيها في دماغك. وقال لي دابا اما تفيق وترجع للحقيقة المؤلمة، ولا تبقى هنا وتبقى ضايع بين الأوهام. حليت عينيا وشفت ضوء بيض قوي، وصوت ديال الآلات، وأصوات ناس كيهضروا، وشي واحد كيقول المريض بدا كيرجع للوعي. فرحت وقلت في خاطري الحمد لله، زعما سالا كل شيء. ما كنتش في مدينة، ما كانش فيروس، ما كانوش نضاضر. لقيت راسي في سرير مربوط، ومراتي حدايا كتبكي، سلمى بنتي كتشوف فيا وهي فرحانة، حتى ياسين ولدي واقف كيضحك. قلت ليه ولدي رجعتي؟ جا لعندي وشد يديا وقال بابا كلشي داز. بكيت، حسيت براسي رجعت للحياة. الدكتور قال لي كان عندك غير اضطراب نفسي، ودابا راه كلشي بخير. ضحكت، وأول مرة حسيت بالأمان. ولكن فاش شفت في وجه ياسين بان ليا بحال ضو أحمر صغير في عينيه، قلت يمكن غير تخيل. المهم خرجوني من السبيطار، رجعت لداري ولا كلشي عادي. واحد المرة كنت دايز حدا المرايا وشفت راسي، ولكن في عينيا بان انعكاس ديال النضاضر، وغوت لا مشيت كنجري عند مراتي. وقلت لها راه ما سالاش، راه مازال كاين. المدام ضحكات وقالت محمود راه غير وسواس. في ديك اللحظة سمعت نفس الصوت اللي كان في النضاضر، واللي قال مرحبا بالمستخدم، مرحلة التمويه نجحات. ملي سمعت هاد الصوت تجمدت في بلاصتي، مشيت للترجم وشفت المدينة. كل شي عادي، ولكن واحد بواحد الناس بداو كيوقفوا وكيدوروا راسهم وكيشوفوا فيا. السبيطار والعائلة والرجوع وكل شيء كان غير مستوى آخر من الوهم. وسمعت الصوت اللي قال الهروب غير وهم آخر.
الا كنتي كتسمع هاد القصه دابا وشايف الدنيا طبيعيه، شوف مزيان، يمكن حتى انت لابس نضاضر وما عارفش. إلا عجبتكم القصة الخوت قولوا لي نكمل لكم الجزء الثاني في التعليق، حيت هاد القصة مازال ما سالاتش. وما تنساوش تدعموني بلايك حيت اللي جاي خطير، وخليو ابوني باش يوصلكم الجديد من قصص الرعب. تبقوا على خير، تبارك الله عليكم والسلام عليكم.